السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي الام، عاملين ايه؟ طبعا انا مقصره مع مامتي جامد جدا، فانا قررت النهارده اروح اروق لها البيت. بصوا انا عملت لها ايه. مسكت الانتريه بتاعها، شايفين؟ ظبطته يعني على قد ما اقدر، هو والارض وكده، يعني على قد ما اقدر. وجيت هنا اوضتي اللي هي اوضه الكلب اهيت، حاولت برضو ايه يعني على قد ما اقدر كده اظبطها شويه، عشان دي اوضتي انا اللي المفروض بنام فيها كل ما باجي هنا، بتاعتي اساسا. حاولت يعني على قد ما اقدر كده، شايفين؟ يعني المفروض والله احنا كل شويه كل فتره، حتى لو احنا مشغولين خش اهو. وكنا لسه بنتغدى انا وهي. المفروض كل فتره ودي اوضه مامتي اهي هنا، وهي مامتي نايمه نايمه يا جماعه، محدش كده دعوه عشان هيك اهو. حاولت يعني على قد ما اقدر. المفروض كل فتره نحاول نفضي نفسنا ونروح فين، نروح نظبط لها الدنيا وكده اهو. حاولت على قد ما اقدر اهوت. يا مامتي نايمه، بلاش بقى مالناش دعوه بيها، خليها نايمه. هنخش. انا حاولت برضو، دي القعده المفروض الراجل يجي يركبها، بس ايه لسه يعني بتحايل عليه يجي عشان وحاولت يعني على قد ما اقدر اظبط لها الحمام بتاعها ايوه واغسله والمطبخ. يعني ايه حاولت يعني على قد ما اقدر، لان طبعا عارفين ان كلنا مشغولين، بس يا ريت يا حبايبي نحاول على قد ما نقدر نفضي كده ان شاء الله مره مرتين. ودي الاوضه التانية اللي هي مامتي بقى بتحط فيها ايه الحاجات اللي هي مش محتاجاها، يعني البصل والثوم والحاجات والسجاد بتاعها والحاجات دي. انا حاولت على قد ما اقدر اروقها لها اهو. ربنا يا رب اقول ايه، بس نحاول على قد ما نقدر نبر باهالينا ونساعدهم ونروح نبص عليهم، ولو في حاجه في البيت هم محتاجينها يعملوها ويا رب فيديو النهارده يكون عجبكم، واتمنى ما تنسونيش في الشير واللايك والتعليق. القناه بتاعتي. مع السلامه. الفيديو ده مش حلو، مش عاجبني.